عاملين ايه؟ الفيديو النهاردة عن ازاي انجح. طبعا سؤال غريب يعني، دايما بسأل نفسي السؤال ده، هو انا ازاي انجح؟ طب هو انا ممكن في حياتي ما كنتش مريت بتجارب كتير جدا، بس في بعض المواقف مريت بيها. لما جيت اقيس عليها حاجات، لقيت ان في حاجات اساسية ما ينفعش انك تتخطاها او انت محتاج انك تتقنها عشان بجد تنجح او تاخد الخطوة لقدام. أول حاجة هي مهاراتك الشخصية. مهاراتك الشخصية، وهنا أهم حاجة هنتكلم عنها في المهارات الشخصية، هي طريقة التواصل بتاعتك. هنتكلم عن المهارات الناعمة، بس أنا هنقي بس من المهارات الناعمة أهم حاجة عندي هي التواصل. تاني حاجة النيجوشيشن، إنك تتفاوض. المهارتين دول أنت محتاج تطبقهم في حياتك. نتعلم يعني إيه تواصل، إزاي تتواصل مع غيرك، انك ازاي تعرف توصل معلومة لغيرك، انك لما تكون في ميتنج او في اجتماع او بتنجوشيت عن حاجة معينة، تعرف انك ازاي تتواصل مع الاعلى منك بشكل معين، وتطالب بحقك بطريقة معينة. اللي اعلى منك يبقى شايف ان انت ماشي بروسيس صح او خطواتك بشكل صحيح. فهنا بنصحك لازم تبحث عن ايه هو التواصل، وايه هو النيجوشيشن او التفاوض، وافهم يعني ايه مهارات ناعمة وطبق على حياتك. وطبعا لا غنى عن احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لان دي هتفرق معاك بنسبة كبيرة جدا. ولو لو طبقت حديث واحد بس كل شهر، انت مستواك حرفيا هيكون في حتة تانية. الحاجة التانية وانا كاتبهم هي اللغة الانجليزية. والله انت لو بتبحث عن فرصة المرتب فيها هيكون محترم، وما تشتغلش 12 ساعة، تشتغل 9 ساعات، تاخد مرتب كويس، 4 أيام أو 5 أيام في الأسبوع، تشتغل 5 أيام في الأسبوع وتاخد يومين أجازة. فأنا بنصحك إنك تشتغل في مجال خدمة العملاء. الموضوع صعب جدا، ستريسد جدا، هتبقى مضغوط بطريقة مش طبيعية. متفتكرش إن الموضوع هو سهل، بس لو انت هتبص ان دي مرحلة او ستيب او مرحلة في حياتك انت هتمر بيها، فانت هتبص هنا للمهارات اللي انت هتتعلمها. انت هتتعلم يعني ايه تواصل، هتتعلم يعني ايه هاندلنج، هتتعلم يعني ايه لغة، هتتعلم ازاي انك تحاول تفهم الموقف الشخص اللي قدامك، تحاول انك تتعامل ازاي مع مشاعرك. انا منكرش ان انا جامد جدا، لا بالعكس، انا في حاجات انا بقع فيها، انا ما بعرفش هندل كل الناس، انا مش واو قوي، بس منكرش ان في جانب كويس جدا انا قضيته. في حاجات كتير انا مكنتش بعرف اهندلها، اتعلمت ان انا اهندلها. في حاجات كتير جدا انا مكنتش بعرف اعملها او بتاخد معايا وقت طويل، يعني بفضل وتوفيق من ربنا بدأ مرة عليا الموضوع مرة واتنين وتلاتة، وكل واحد باختلاف ثقافته باختلاف اللغة بتاعته بدأت ان انا اعرف ازاي اتعامل معاه. ما انكرش ان في مجال خدمة العملاء برضو في دي من ضمن السلبيات، ان هو بيسيب كل الكويس اللي انت بتعمله. تمام، لو انت مثلا عامل شغلك بنسبة 99% فاصل 9 من 10 بيرفكت، هو هيمسك في 1 من 10% وهيعاقبك عليه. دي من أسوأ الحاجات اللي موجودة، عشان تبقى عارف برضو الحاجات دي فيها مميزات وفيها عيوب. وفي مرة هتكلم عن مميزاتها، ومرة هتكلم عن عيوبها، وفي مرة هتكلم امتى تسيب الشغل. الحاجة التالتة هي الدراسة. أنا نفسي ما بحبش الدراسة، بس لو بجد انت عايز توصل لمستوى معين لازم تذاكر. هتذاكر ايه؟ كل واحد أدرى هو هيذاكر ايه. أنا واحد بدرس سيكولوجي، وفي نفس الوقت حابب المجال دوت، أو بحب حتة المانجمنت. فإحنا عندنا في السيكولوجي في حاجة اسمها علم النفس الإداري، وفي نفس الوقت أنا دارس إكلينيكي. بس مفيش مانع إن أنا أخد فكرة عن المانجمنت، مفيش مانع إن أنا أخد فكرة عن حاجات تانية متعلقة بالمجال بتاعي. نعتبره إن هو جانب ثقافي. أنا لو كل يوم هقضي من 5 دقايق لربع ساعة في مجال واحد بس لمدة 6 شهور، أو على الأقل 3 شهور، فأنا هأجمع في كل مرة على الأقل فكرة أو فكرتين ممكن يساعدوني إن أنا أخد خطوة لقدام لو أنا طبقت على حياتي. أنا ما بتكلمش عن غيري أو ما بتكلمش عن شغلي.
أنا بتكلم إن أنا أطبق على حياتي. إنك لو أنت اتعلمت، ودي نصيحة، لو أنت اتعلمت إنك تشتغل على نفسك بشكل كويس وتدي الحاجة اللي هي طالباها، يعني بتأدي المجهود اللي مطلوب، فده كويس. ونصيحة كمان في الشغل، لما تيجي تبذل مجهود في شغل، ودي من الأخطاء بتاعتي، ما تبذلش مجهود زيادة عن اللي مطلوب، لأن ده هينعكس عليك بنتائج سلبية. في فيديو تاني هتكلم فيه. الحاجة الرابعة، الأخلاق. مش إن أنت تكون مثلا يعني مفيش زيك اتنين، لأ. مش هقولك اللي يشتمك تروح تقوله ربنا يسامحك، ربنا يسامحنا جميعا. في حاجة هنا اسمها توكيد حقوق. الأخلاق يعني الدين، تكون متمسك بصلاتك، تكون متمسك بدينك، إنك بتحاول إنك ما تأذيش حد، إنك ما تتكلمش عن حد، إنك ما تعملش حد بشكل وحش. تمام. إنك لو أنت مثلا قاعد مع حد بتكون ما بتتعامل معاه بشكل كويس، بشكل لائق. لو أنت مش متقبله، تمام، أو بيتعامل معاك بطريقة مش كويسة، فأنت تتعامل معاه توكيد الذات، وفي توكيد ذات إيجابي. تمام. فالأخلاق إنك تحاول تعمل اللي مطلوب منك وتحط ربنا قدامك. الأخلاق إن أنت لو مش فاهم حاجة بتسعى إن أنت تفهمها. هتقولي إيه الأخلاق دي؟ أنا هقول لك. أنت هتستأذن من غيرك إنك محتاج إنك تفهم، والطريقة اللي أنت هتستأذن بيها لازم تكون طريقة كويسة. لو هو رفض فأنت تتقبل الرفض ده. تمام. خلي دايما لو أنت بتشتغل في مكان معين، حاول إنك الفيدباك عنك يكون كويس. آخر حاجة، ودي حرفيا الحاجة اللي أنا بجد محتاج إن أنا أشتغل عليها، العلاقات. في ناس بتبذل نص المجهود اللي مطلوب منها، بس معاها علاقات صراحة بتخليها توصل لمستويات. أنا لو قدرت إن أنا أسعى فترة طويلة مش هقدر إن أنا أوصل للمستويات دي بصراحة. هو طبعا الأخذ بالأسباب والسعي مطلوب، بس لما أنت تكون بتسعى وتعمل واجب الشغل اللي عليك، وتحاول إنك تشتغل بشكل كويس، ولما بتغلط وبتقع بتحاول إنك تطلع مرة تانية وتنتبه لشغلك وتقع وتحاول إنك تعدل مرة تانية. معلش هنا برضو لازم تعمل شبكة علاقات تكون مش جيدة، لازم تكون جيدة جدا. مش معنى كده إن أنا بقولك لازم تطبل لهم. موضوع التطبيل ده أنا برفضه. أنا عن نفسي كشخص لازم تبني شبكة علاقات تكون جيدة مع الناس اللي في العمل، ومن الآخر كده تنشن، تشوف مين اللي ليه كلمة جوه. هو ده اللي تصاحبه. الشكاي البكاي فكك منه، اللي بيقعد يلت ويعجن كتير. انا على فكره كنت من ضمن الناس اللي هي سرساره جدا، وما زلت من الناس اللي هي بتحب تقعد تتكلم وبتاع دوت، بس لما باخد اكشن بعرف ازاي اخده. فانت في كتاب اسمه Surrounded by Idiots، اتعلم، افهم الكتاب ده فكرته عن ايه، واقرا عن الذكاء العاطفي، وتعلم يعني ايه تبني شبكه علاقات. بس ده كان فيديو النهارده. سلام. متنسوش لايك، سبسكرايب، شير. باي.